سلام البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله قاع تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله جلبانه بالقرنون محشي صوص بلون. لكن قبل ما نبداو الوصفه تاعنا ان شاء الله صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. فضلا وليس امرا جام وبارطاج واشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. اذا نبداو في تحضير الوصفه ان شاء الله. هنا عندنا مرصو تاع الدجاج كنت قليته شويه في الزيت من قبل. ديروا المرصو اللي حبيتو. درت معاه شويه بصل مسكرفج، 2 سنين ثوم مسكرفجين، خلوهم يتقلاو شويه مع بعض. نزيد التوابل اللي عندنا هنايا شويه كركم، زنجبيل، عندنا راس الحانوت، عندنا فلفل اسود، عندنا شويه كمون، عندنا الملح اكيد حسب الذوق، لكن ما نكثروش بزاف على بالنا بلي لي صوص بلون ما يحملوش بزاف الملح. خلوهم يتقلاو شويه مع بعض. هنا عندنا زعيطره، ولا عندكم رند ديروا ورق رند، انا ما كانش عندي متوفر في الدار. هنايا من غير فقط ماء باش ما يتحركوليش هذوك لي زيبيس تاعنا، يطلقوا لي مروريه. هنا عندنا زروديه مقطعه هكذا شرائح. جلبانه انا عندي كونجلي اكيد حسب افراد العائله. شويه معدنوس، ونمرق اكيد بالماء السخون. هنا نغلق عليها ونخلي الكل يطيب. جهة واحدة أخرى هنايا عندنا نصف صدر دجاج مرحي، نزيد معاه هنايا عندنا شوية كركم، شوية فلفل أسود، هنا عندنا بصل مسكرفج، 2 سنين ثوم، هنايا عندنا راس الحانوت، حبة بيض، زنجبيل، الملح، المعدنوس. هنايا عندنا 2 مغارف لاشابير أو خبز يابس، خبز مرحي. نخلط الكل جيدا. هنا بعد ما خلطت الكل هنايا عندنا القرنون تاعي، أنا ما نحكوش بالقرص، انا بما يكحليش نقي بالوحده، نغسلها ديريكت نروح نستعملها. كيما هنايا درت لها الحشو ديريكت ونحطها بجيه، ومن بعد نكمل وحده بوحده. هنا بعد ما كملتهم كاع نحطهم في القدر تاعي. انا الجلبانه تاعي كنت فرغتها في القدره هذه، نحطهم بالطريقه هذه. وهذاك اللي بقى لنا نديرو كويرات هكذا، نكمل نحطه مع القرنون تاعي. اذا نغلق عليها ونخليها طيب. هنا بعد ما طابت الوصفه تاعنا هنايا نشوف القرن تاعنا راهو طايب، كيما رانا نشوفو غير نواسي بالموس يدخل فاسيلمون. اذا نشوف الوصفه تاعنا في طبق تحضير ان شاء الله. اذا الوصفه تاعنا راهي جاهزه امامنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتعاودوا تجربوها. اذا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.